صباح الجمال. طبعا يا جماعه كده النهارده 8 رمضان، وبصراحه بدات ان انا ازهق. اسكت؟ لا والله ما اسكت. طلعت بقى كيس بانيه من التلاجة كده فضلة خيركم، وقلت اعمل سندوتش الدلع ده باسهل واجمل طريقه بجد كده. اعمليه وفرحي عيالك بيه، مش قادره اقول لك على طعمه وميكس كده داخل في قلب بعضه يجنن. اول حاجه انا معايا نص كيلو من البانيه، غسلاه كويس جدا بملح وخل وليمون، تمام. وبعد كده هبدا احيقه. اجيب بصلايه، ولما تيجي تبشري البصلايه لازم تسيبي العنقود بتاعها ده زي ما هو كده عشان ما تتفككش معاكي، تمام. هبشرها كويس جدا كده زي ما تكون يعني بالمبشره الناعمه، عشان خاطر انا عايزاها ميه. طبعا عايزه تضربيها في الكبه مفيش اي مشكله، او ممكن في المطحنه بتاعه الخلاط، تمام كده. عليها معلقه فلفل اسود كبيره ومعلقه ملح زي ما انت شايفه كده. طبعا الملح على قد النص كيلو، يعني معلقه ملح صغير، تمام. بس كتري الفلفل الاسود كده عشان يطلع معاكي طعمه كده، ولا ليه ريحه زفره ولا اي حاجه. ندعك بقى كده اهوت البصلايه بالملح والفلفل الاول زي ما انتم شايفين، ونبدا نسمي الله ونقلب كل حاجه في قلب بعضها كده اهوت. ولو وصلت معايا لغايه هنا وما حطيتليش اللايك وشجعتيني والله زعلانه جدا جدا، تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. خلاص كده اهوت هحيقه، بس اسيبه كده بعد الحياء نص ساعه، تمام. هقطع بقى كده اهو. بصراحه ما كانش متوفر عندي غير طماطم وكابوتشا. كابوتشا بقى مش قادره اقول لكم، لسه جايباها من السوق كده، حاجه ايه مش قادره اقول لكم ريحتها، كنت عايزه اكلها كده وانا صايمه. نقطع بقى الطماطم حلقات كده، ابسط واجمل اكله النهارده، تمام كده. انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا المغرب اذن عليا بالحرفيا وانا لسه اصلا ما حطيتش الاكل على الترابيزه، فاهمين قصدي؟ يعني انا داخله المطبخ متاخره جدا، بس اللهم لك الحمد والشكر خلصت الاكل، وكانت اكله كده ايه فاخر من الاخر، تمام. خلصت كده اهوت وقطعت البطاطس وقلت اقليها الاول قبل البانيه، تمام، عشان خاطر كده طبعا هي تاخد وقت. واخر طاسه برده ما لحقتش المغرب، بس مفيش اي مشكله خالص. قطعت كده اهوت بقيه البصله بقى اللي انا كنت بشراها معاكم كام حلقه كده، عشان اللي حابب يحط في قلب السندوتش ولا حاجه كده. طبق السلطه جاهز معايا خلاص كده اهوت. هكسر بيضه زي ما انتم شايفين واقلب كل حاجه كويس جدا، امكسها كده في قلب بعضها بعد ما تنقع معايا نص ساعه، تمام. خلصت زي ما انتم شايفين. انا جبت بقسماط سايب من عند العطار مش من عند الفرن، تمام، لان بتفرق كتير جدا. بتاع العطار ما بيبقاش ايه حاجات ناشفه مثلا من بتاعه الفرن، ما بتبقاش مسكره والكلام ده كله. خلاص كده جبت زي ما انتم شايفين، وجبت سبايسي ده بقسماط اللي هو فيجيتار مثلا، بس حار قوي يعني ريحته كده. عايزه اقول لكم ان انا قعدت اعطس طول ما انا بفضيه كده اهو. فضيت الكيس كله على البقسماط وقمت مقلباه كويس جدا جدا، ونبدا نسمي الله وناخد بقى كده اهوت من التتبيله اللي احنا عملناها كده البانيه، ونحطها في البقسماط وتضغطي عليها كويس جدا جدا بايدك زي ما انت شايفه يا ست البنات. الضغطه دي بتخليه ياخد طبقه كده سميكه حلوه قوي، وفي نفس الوقت ما بيفكش منك الطبقه اللي من فوق ولا اي حاجه. اخلص كده الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين كلها، واحط طبعا الطاسه على النار قليه البطاطس. وبعد ما اشيل البطاطس على طول هبدا اسمي الله وانزل البانيه بتاعي. خلاص كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله ابسط واجمل اكله، بس بجد كانت طعمها في حته تانية خالص، مختلفه خالص بقى عن تغيير بقى عن الخضار والفراخ واللحمه والحاجات دي كلها. بصراحه كده فاضل معاكم اكله السمك ان شاء الله نبقى نعملها قريب جدا مع بعض. خلصت زي ما انتم شايفين. نبدا بقى نسمي الله ونبدا نقلي كده. انا اختبرت الزيت بحته كده عجينه صغيره كده، لقيته خلاص بدا ان هو يسخن، قمت منزله على طول البقسماط بتاعي، تمام. وهنا حاولي تنشفيه شويه عشان يبقى كريسبي كده وطعمه حلو قوي معاكي، تمام. خلاص كده اول ما يبدا ياخد اللون الحلو من تحت هقوم قلباه الناحيه التانيه لغايه لما ينشف معايا خالص كده. وخلاص كده يا اخواتي البانيه بتاعي خد اللون الحلو قوي ما شاء الله، بقى لونه كده حلو وفي نفس الوقت نشف معايا وكل حاجه. بعت ادم بقى كده جاب لي عيش من الفرن لسه طازه، لسه جاي من على السير اللي هو الشامي، عشان اعمل معاكم السندوتشات. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم انا كنت في السوق وطالعه والله العظيم حصل، وقلت الاكله دي انا عايزه اكلها. هجيب كده عيش شامي وطماطم وكابوتشا، واحط بقى كده اهوت شويه مايونيز كده سبايسي. ما اهم من الشغل طبعا تظبيط الشغل زي ما انتم شايفين. وكلي بقى كده وادعي لي. العيش ده في الوصفه دي لازم يكون شامي، عشان بجد هتاكلي سندوتش خطير. لازم تجربيه وتقولي لي رايك فيه.